السلام عليكم والصحة رمضانكم ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. البوراك دائما لازم يكون حاضر في الطاولة الجزائرية، وكامل نحبوا ننوعوا في الحشوات، ولكن دي فوا نحصلوا. هذه المرة راني جبت لكم سلسلة من الحشوات، راح تلقوهم كامل في القناة تاعي هنايا. اضغطوا على جيم وابونيو، ما تنساوش تبارطاجيو مع الحباب باش كامل تستفادوا، وراح تلقاو بزاف انواع تاع الحشوات. اليوم جبت لكم حشوة بلي فيليت سول، يعني الحوت المجمد. راح تلقاوه يتباع، تجبدوه من الفريغو، تقولي له تجبدي ساشيه كل واحده شحال توزن، السعر تاعها على حساب الميزان. انا هذه هنايا استقامت لي ب 130 الف. كونتيتي هو كي تمدي له هو يعطيك البري. توت فاصون هنايا جبدتها درتها تديكونجلا باش تروح الجليد اللي فيها. في جهه واحده اخرى اخذت مقله، درت فيها كميه قليله من البصل، حوالي 2 مغارف كبار، مع الثوم، هو يحب الثوم بزاف، مع رشه تاع الملح. كيما راكم تشوفوا ما كثرتش الملح، جست باش نضمن باللي راح البصل هذاك يطلق الماء نتاعو. في جهه واحده اخرى بعد ما ديكونجلالي لي فيلي تاوعي، ناخذ كوبات نقطعهم كامل، نعاون روحي برك لانه قادره تحطيه كيما راهم هكاك، من بعد راح يتفتت لك وحده في المقله. اليوم البنات راني جبت لكم طريقه من الطرق اللي تقدري تستعمليه فيها. انا هنا باش نديروا لافاغس تاع البوراك، هو عنده عده طرق باش يطيبوه، ماشي شرط تعتمدي هذه الطريقه. راني قطعته ونروح للمقله تاعي اللي راه تحمس لي البصل، ندير فيها لي فيلي ونقليهم مليح. كيما راكم تشوفوا راح ندير عليهم رشه قليله تاع الملح باش يطلق الماء تاعو، ونخليهم على نار قليله. تغطي بالغطاء باش تعاونيه يديكونجلا اكثر ويطلق الماء اللي فيه. هنايا بعد 2 دقائق شوفوا كي رجعت ليه، صبتو خرج الماء اللي فيه وبدا يطيب لي. هنا تبقاي تحركي فيه، تضغطي غير بشويه تلقايه يتفتت. هنا ما تخافيش لانه هو اصلا كي تقيسوا النار يبدا يتفتت، ما فيش الشوك وما فيش العظم كيما نقولوا، ما فيش الروح اصلا، هذيك ثم يطيب. هنا واش درت له الزيتون المعدنوس، ونبدا نتبل فيه. التوابل كل واحده والطريقه تاعها. هنايا راح نديرو انايا بيض، على هذيك درت الملح، فلفل الكحل والكمون، مع توابل تاع الحوت يتباعوا عند العطار. الزعتره ما تنساوهاش لازم ديروها، انا صراحه نفضل نديرها لانه من عشاق الزعتره والرند، وانتوما حسب الرغبه تاعكم. هنا انا راح ندير لها الزعتره اليابسه باش كي نكون نخدم ما نلقاهاش، كي الماكله تاعي ما نصيبهاش فيها. كي تكون يابسه تقدري تفتتيها وتخدمي في راحتك. في كل مره نبقى نحرك ونضغط عليه باش نضمن انه راهو يتفتت لي. هنا راه بقات لي فيه شويه لاصوص زايده، وانا نسحقه ينشف تماما. على هذيك زدت عليه للفرن باش نضمن انه يشربها راح الحال. عبالكم نهار ثمثم يخلص وتكوني مازال ما وجدتيش، وهذا الصيام وشويه مع التعب راكو تعرفوا الواحد ياكتيفي قد ما يقدر. دونك هنايا راني نستنى فيه جوست با يشرب لي هذيك لاصوص اللي قعدت. والحوت كي يشرب التوابل هذوك هو اللي راح يعطيك البنه العزيزه هذيك. في جهه واحده اخرى كتشوفوا نحرك ثم طاوه صغيره درت فيها طاجين الحلو، كيما قلت لكم نديروه بورت مونجي وتجبديه سخنيه غير بالعقل. في جهه واحده اخرى هنايا راح لي اللقطه هذه، ما انتبهتش بلي ما كنتش نصور. كانت عندي لا بيشاميل كنا خدمناها مع بعض في الفيديو السابق، بقات لي منها شويه، قلت لكم ديروها في علبه بلاستيكيه وخبوها في الفريجيدار. جبتها غدوه من داك وراني درت بها هذه لا فارس، يعني تزيدوا فيها شويه تاع لا بيشاميل لانه الحوت يحب البيشاميل بزاف، مع مغرفه تاع الجبن. الديول انايا هنايا عندي نشريه عند وحده جارتي يعطيها الصحه، حاجه مضمونه، وانتم تخدموا بما حبيتوا. كاين اللي يحب ديول المشري، كاين اللي يحب ديول الدار، كاين اللي تخدمهم هي وحدها في الدار، كل واحده حره في الطريقه تاعها. تقدري حتى لا فخس هذه ما تعمريش بها البوراك، تقدري حتى ديري بها خبيزات، ولا تديري بها لي كورني اللي تكوني خدمتيهم بلا بات فيتي. كل واحد بمن يقدر يعمرها، يعني تقدروا عندها عده استعمالات. دونك هنايا راني نعمر في البوراك تاعي. انا ما كترتلوش بزاف الفرماج لانه راح ندير له الكومونبير، صدقوني راح يعطي له بنه بزاف هايله. جربوه وراح تدعوا لي بالخير، سورتو عشاق الكومونبير راح تعجبهم الطريقه هذه.
دونك انا نعمر الديول تاعي وحتى نكملهم كامل. نكون درت المقله، ما ديريش الزيت قليله لانه راح يشيطوا لك وما يطيبوش، وما تكتريش باه ما يشربلكش. ما تنقصيش للفرن وراح تشرب لك الزيت وما يطيبولكش مليح، يبقاو معجنين. وما تزيديش للفرن لانه راح يطيبولك على برا ويبقاو معجنين على الداخل. يعني طريقة الطياب راني شاركتها معاكم في أكثر من فيديو من الحشوات اللي راني مشاركتهم معاكم في القناة. هاي لكم النتيجة تاعي راهي قدامكم. طاب تحمير الله الله، تقطريه في الكسكاس وتحطيه في الطبسي تاعك، تقدميه لضيافك ولا للعائلة تاعك بالصحة والراحة. تقسميه تاكليه غير بالطبع، صدقوني راح يعجبكم وراح تدعولي دعوة الخير. هذا بالنسبة للفيديو تاع اليوم. يعطيكم الصحة البنات، ونتلاقاو في فيديو آخر. شهيتكم في الجنة وصيامكم مقبول بإذن الله تعالى. صحة شريبتكم والسلام عليكم.